وانت شغال ما ينفعش تكون منغلق على نفسك. ما ينفعش ما تكونش عارف منافسينك فين وبيعملوا ايه وطريقة شغلهم ازاي واستراتيجياتهم ماشية ازاي. ففي الفيديو ده احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل بإذن الله. في البداية أول سؤال بيجي في بالنا نلاقيهم فين؟ عشان تلاقي منافسينك هنستخدم أدوات مجانية وأدوات شبه مجانية. هتفهم. الادوات المجانيه عندنا زي الفيسبوك ادس لايبراري، تيك توك كريتيف سنتر، عندنا جوجل نعمل سيرش باسم المنتج هيظهر لنا مواقع كتير، هنمسك كل موقع فيهم ونعمل سيرش عليه على السوشيال ميديا نشوفه شغالين ولا لا. ودي الطرق المجانيه. الطرق بقى اللي شبه مجانيه حاجه شبه بي ادز، ده بتشترك فيه بدولار لمده 3 ايام، تقدر من خلالهم ان انت تشوف منافسينك وبيشغلوا اعلانات على ايه وطريقه اعلاناتهم وكم واحد اشترى منهم والزيارات وحاجات كتير. نبدا بالطرق المجانيه. لو دخلت مثلا على فيسبوك ادس لايبراري تقدر من خلاله تعمل فلتر تشوف ايه الاعلانات اللي شغاله وتشوف الاعلانات دي هل بقالها فتره كبيره شغاله ولا لسه شغاله من يومين. طبعا لو بقالها فتره كبيره شغاله معنى كده ان هي شغاله، اصل محدش بيرمي فلوسه على الارض يعني على ما اعتقد. طب ايه الاستراتيجيه اللي هو شغال بيها؟ شغال فيديو ولا صور ولا طريقه عرضه ولا ايه؟ بنبدا نمسك المنافس بتاعنا الجميل نحطه في شيت اكسل، نبدا ساعتها نخش على السوشيال ميديا بتاعته نشوف كل حاجه ليها علاقه بيه ونشوف هل بيعمل اعلانات على منتجات تانية ونبدا نلم كل حاجه. روح برضو على تيك توك كريتيف سنتر تعمل سيرش على اسم المنتج، اسم البراند، اسم النيتش اللي انت فيه او المجال اللي انت فيه، تشوف هل في منافسين هناك برضو وتخش على الويب سايت بتاعهم وتشوف كل حاجة ليها علاقة بيهم. ليه؟ لأن ده هينقلنا على الجزئية اللي بعديها وهي التحليل. في نقطة التحليل بنشوف هل ده مجرد ستور بيعمل إعلان لمنتج ما وبس، ولا ده أصلا مجرد ستور قلب براند وشغال بطريقة بروفيشنال وبيعمل حاجة اسمها الفويس. تشوف الفويس بتاعته عامله ازاي، هل بيتكلم بشكل بروفيشنال ولا بيتكلم بشكل كده اللي هو ايه خد وهات، ولا بيتكلم بشكل تعليمي. تبدا تحدد كل النقط دي وتدور عليه على كل المنصات اللي موجوده وتشوف هل متفاعل عليها ولا ماسك منصه بعينها. تبدا تحط كل النقط دي في شيت اكسل، خلاص تبقى عارف فلان بيعمل 1 2 3 4 5 6 والتاني هكذا وهكذا وهكذا، وتكون عارف كل حاجه ليها علاقه بيهم بحيث ان كل حاجه ليها علاقه بالمنافس ده عندك. وبعد ما عرفنا كل حاجة عنه على السوشيال ميديا والإعلانات نبدأ نخش على الويب سايت الجميل بتاعه. جرب نشوف الويب سايت عامل ازاي، طريقة عرضه، طريقة اختياره للصور للألوان للكلام. نجرب نعمل اوردر نشوف عامل حاجة اسمها ابسل. دي معناها ايه؟ معناها ان والله دلوقتي في عميل دخل طلب من عندك اوردر جميل، بعد ما خلاص طلب بتروح مرشح له حاجة ليها علاقة. ندي مثال، دلوقتي في عميل عندك دخل طلب دمبل 10 كيلو، فانت عندك حاجتين، اول حاجه تجيب له حاجه ليها علاقه بنفس المجال ده، يا اما تقول له والله بص انا هديك قطعه تانية من الدمبل ده بخصم 50% يا عم 60%، فهيحس ساعتها وخلاص عمل الطلب بتاعه، فهيشوف ان ده اوفر كويس يقدر يضيفه، فبالتالي زود لك الربح بتاعك بدون ما تصرف اي اعلانات. بعد ما عملنا كل حاجه وحللنا الويب سايت وحللنا الاعلانات وحللنا المحتوى وحللنا كل حاجه ليها علاقه بيه، لا لسه مش هنسيبه، هنحط لينك ويب سايت المنافس الجميل بتاعنا ونشوف بيدخل له كام زائر في الشهر وايه المنصات اللي هو اكتف عليها. يعني والله بيجي له مثلا 10000 زياره، اغلب الناس اللي بتخش له من انستجرام، وتشوف الشهر اللي فات والله دخل له 20000، اللي قبليه 25000، الشهر ده دخل له 10000. تبقى عارف هل ده فعلا منافس يتبص له ولا مجرد اعلان هيعدي وهيوقف وبارك الله فيما رزق. دلوقتي انت عندك منافس والله بيبيع نفس المنتج اللي عندك ب 150 درهم، انت ممكن تبيع ب 150 درهم بس مع حاجه اضافيه، مع عرض خاص، مع حاجه ليها علاقه بالاوردر لكن بتبينها له بنفس السعر. ساعتها العميل هيشوف الاعلانين، فلو ما خدش قرار في الاولى ان هو ب 150 المنتج ده هياخد قرار في الثانيه لو هو فعلا محتاج المنتج، لان انت كده قدمت له هو لكن مع هديه، مع عرض، مع شكل ويب سايت يليق فعلا يرتاح فيه. فلازم دايما تتابع كل حاجه ليها علاقه بالبيزنس بتاعك وبالمنافسين، لان ما ينفعش تفوت اي نقطه.
لان انت فعلا لو داخل المجال ده بحيث ان انت تكمل فيه وتبقى حاجه فيه، ما ينفعش تفوت اي نقطه من اللي اتكلمنا عليهم من ساعه ما بدانا السلسله دي. وفي النهايه طبعا لو عندك اي استفسار تقدر تسيبه في كومنت، تقدر تتواصل معايا على الانستجرام، اللينك في الديسكريبشن. وطبعا keep reading.